ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي دي روشتة ربانية لعلاج كل ما في الصدور، لكن من باب الأخذ بالأسباب والإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، خلونا نتعلم مع بعض تمرينين مهمين جدا لتهدئة أعراض القلق والتوتر وضيق النفس. بعد ذكر الله سبحانه وتعالى هنبدأ بالتنفس. كلنا عارفين إن التنفس السريع السطحي من أول وأشهر أعراض التوتر، فكل اللي احنا محتاجين نعمله هو إن احنا نسيب كل حاجة في إيدينا ونقعد نتنفس، ندور على أكتر مكان هادي، وأبدأ آخد نفس وأنا قافل بقي من مناخيري أعمق حاجة على قد ما صدري يجيب، وأعد من 4 ل 6 عدات. هحبس النفس ده في البق والمناخير لمدة عدتين، وبعدين يطلع من البق بهدوء على مدار 8 عدات على قد ما اقدر. نكرر المجموعة دي لمدة 2 أو 3 ونمشي عليها 3 مرات يوميا، مرة أول ما نصحى، مرة بعد العصر، ومرة قبل النوم. التمرين التاني هو تمرين تفعيل الحواس الخمسة. في نفس المكان الهادي وانا مفتح عيني هبص على تفاصيل الأوضة اللي انا قاعد فيها، واسمي كل حاجة باسمها ولونها، وبعدين هغمض عيني واسأل نفسي انا سامع ايه، واسمي كل حاجة باسمها. وبعدين طيب انا مستطعم ايه، طيب شامم ايه ملمس الكرسي اللي انا قاعد عليه دلوقتي، واستشعر كل حاجة جايالي من الحواس الخمسة. بكده نكون هدينا الجهاز العصبي وقللنا من حدة الأعراض اللي بتيجي مع القلق والتوتر. ملحوظة مهمة، التمارين دي للمساعدة والتعايش، لكن ما بتغنيش عن العلاج الدوائي أو الحواري.